أهلا بكم من جديد. خرجت مظاهرات في المدن السورية للتنديد بجرائم نظام الأسد وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي البيادي في جمعة أطلق عليها ناشطو الثورة حزب البيادي وجه آخر للإرهاب بعد الانتهاكات التي قام بها الحزب الكردي في ريفي الحسكة ورقة ضد العرب والتركمان. كانت وحدات حماية الشعب الكردية سيطرت قبل أيام بمساندة طيران التحالف الدولي على مدينة تل أبيض في ريف الرقة، وبدأت بعد السيطرة حملات تدعي أن المدينة كردية. نتابع. في عودة لروح الثورة السورية وبهيئة مظاهرات شعبية، كانت إدانة الشعب السوري لمن اعتبروه شريك نظام الأسد في الإرهاب حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي البيادي، إذ تظاهر السوريون يوم الجمعة في عدد من المدن والبلدات تحت شعار حزب البيادي وجه آخر للإرهاب، وذلك كردة فعل طبيعية على أفعال الحزب الكردي ونزعته لإقامة كيان في الشمال السوري خاص بالأكراد في مناطق عربية وتركمانية تم تهجير أهلها وحرق قراهم وأرزاقهم. حجة كل الأعمال التخريبية كانت حاضرة قتال تنظيم الدولة، وتبع هذه الأعمال استغلال لضربات التحالف الدولي على مواقع التنظيم في القرى العربية، وهذا ما اعتبرته تركيا على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان مساعدة مباشرة من الولايات المتحدة للأكراد لإقامة دويلة. وذهب الإعلام التركي كثيرا في تفصيلاتها والخطط الكردية المعدة لهذا الغرض مع قوى عالمية. ناشطو الثورة قالوا إن قادة البيادي كانوا وما زالوا ينسقون مع ضباط من النظام لقمع مظاهر الثورة، وحصل ذلك في مظاهرات عفرين ومجزرة عمودة، وكذلك أفعال القتل لناشطين والخطف لضباط المجلس العسكري الكردي وتسليمهم لقوات النظام. طلعونا قالوا ما لكم مكان هنا، اطلعوا من القرية وطلعنا علقوا البيوت بيت بيت. آخر الجبهات كانت مدينة تل أبيض التي دخلتها الوحدات الكردية ورفعت أعلامها وغيرت اسمها، كما دأبت على ابتكار أسماء لكل القرى والبلدات في الجزيرة، وكان نظام الأسد مهللا لكل ذلك، واعتبر أركانه أن هذه المنطقة إقليم كردي بحكم ذاتي يزوره مسؤولو النظام وترفع فيه صور الأسد وأعلام نظامه، فيما أرجعت ميليشيات الدفاع الوطني في الحسكة سبب سيطرة الوحدات على تل أبيض إلى الدعم الذي قدمته قوات النظام لها من أسلحة وذخائر، فضلا عن إحداثيات مواقع التنظيم. يقول ناشطون إن الحزب الكردي الذي يدعي الثورة لم يقدم لها، بل سرق انتصاراتها، وكان في كل الأوقات حليفا ورديفا لقوات الأسد التي كانت أساس الإرهاب ووجهه القبيح، لينكشف اليوم أيضا وبشكل جلي أن حزب البيادي وجه آخر للإرهاب. وناقش هذا الملف مع بسام جعارة الكاتب المعارض السوري ضيفي من لندن. مساء الخير أستاذ بسام. أيضا حسين الجلبي المحامي والكاتب الصحفي ضيفي من ألمانيا عبر سكايب. أهلا بك أستاذ حسين. وسينضم إلينا هادي العبد الله، أيضا هو ناشط إعلامي عبر الأقمار الصناعية من إدلب. أبدأ معك أستاذ بسام جعارة. قبل ذلك فقط أود أن أنوه أنه ما حد من حزب الاتحاد الديمقراطي تواصلنا معه حب يطلع معنا، يعني حتى نستمع منه الوجه الآخر، يعني هذا فقط أدبيات الحلقة على أقل تقدير. أستاذ بسام، أليس من الإجحاف أن نتحدث بأن حزب الاتحاد الديمقراطي وجه آخر للنظام، وجه آخر للإرهاب؟ يعني هو ليس فقط وجه آخر للنظام والإرهاب، بل هو النسخة الكردية السورية من البي كي كي الإرهابية. دعني أوضح بعض الأمور بداية. نعم. كل من كان يتحدث عن الإجرام الإسرائيلي كان يتهم بمعاداة السامية، والآن كل من يتحدث عن إجرام البي كي كي السورية الكردية يتهم بأنه داعشي. أيضا جولدا مائير في عام 67 قالت العربي الجيد هو العربي الميت، وهؤلاء يقولون اليوم أن العربي الجيد هو العربي الميت أو المهجر. عشرات الجرائم ارتكبتها هذه العصابة منذ اليوم الأول للثورة، لم يكونوا أبدا مع الثورة، بل كانوا حلفاء لبشار من أجل إقامة دويلتهم العرقية الطائفية. منذ البداية ارتكبوا مجازر كبرى، أهمها كانت مجزرة عمودة. نعم. ثم قتلوا الشهيد
مشعل تمه، واستمرت الجرائم بعد ذلك. يمكن أن نتوقف عند مجزرتين في 24 شباط 2014، مجزرة تل براك والقرى التابعة لها، 60 قتيل و80 بيت أحرق. وفي 1 آذار 2014 كانت هناك مجزرة في تل حميس أو مجازر وأحراق أكثر من 30 قرية. طيب. اللي بدي أقوله بكل وضوح، نعم. نحن أمام مشروع صهيوني بامتياز، بل أكبر من مشروع صهيوني. منذ أشهر تم اعتقال من عين العرب إسرائيليين و3 أجانب من مرتزقة بلاك ووتر و3 بنات كرديات جاءوا من جبال العراق. اللي بدي أقوله بكل دقة، من يقاتل الآن الشعب السوري هم آلاف المرتزقة الذين تدفقوا لمساعدة صالح مسلم طيب. وعصابته في سوريا. ولكن اللي بدي أقوله بكل وضوح، نعم. لن يستطيع لا صالح ولا غير صالح أن يقسم سوريا. هم الآن يستخفون بالأمريكان وبالإسرائيليين، ولكن بأكد لك هذا الأمر هو مسألة وقت ليس إلا. طيب أستاذ حسين جلبي، أنت محامي وكاتب صحفي كردي أيضا. نحن لا نريد الخلط بين حزب الاتحاد الديمقراطي وباقي الأحزاب الكردية، لكن السوريون خرجوا بمظاهرات بأنه الوجه الآخر للإرهاب حزب الاتحاد الديمقراطي. الو، سامعني أستاذ حسين؟ سمعت السؤال؟ انا سمعت السؤال. تفضل. أنا سمعت السؤال. تفضل. طيب، مساء الخير استاذ عامر. مساء النور. حقيقة أنا لم أسمع إلا قبل قليل بوجود جمعة تحمل اسم حزب البيادة وجه آخر للإرهاب، كما أنني لم أسمع بوجود مظاهرة واحدة في سوريا. تفاجأت طبعا بالفيديو الذي تفضلتم بعرضه. أنا لا أعلم يعني أين جرت هذه المظاهرة. عدت إلى صفحة الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011. حقيقة أنا الصفحة نسيتها تماما، والفضل يعود إلى الأستاذ بسام جعارة وغيره الذين يعني أدخلونا في متاهات وفي دهاليز لم تكن الثورة السورية لتدخلها. الأستاذ بسام جعارة يعني يتذكر المجازر التي جرت بحق الكرد بأسلحة بيدي، يتذكر أو حضر نفسه جيدا وحفظها جيدا. أين كان الأستاذ بسام جعارة من المجازر التي يرتكبها النظام السوري وهو كان عضو في هذا النظام؟ أين كان الأستاذ بسام جعارة عندما كان يجري تعريب الكرد؟ رجاء أنا أرجوكم عندما تأتوا بضيف أن يكون لهذا الضيف قليل من المصداقية. طيب أستاذ حسين دون تفريق بين أستاذ حسين يحمل الجميع مسؤولية. طيب. ما يجري يقول بأن البيادة يسعى أو حزب الاتحاد الديمقراطي. أستاذ حسين طيب أستاذ حسين، تسمعني الآن؟ تسمعني؟ نعم تسمعني الآن؟ أنا أسمعك. طيب رمضان كريم. في البداية الحديث ليس عن أستاذ بسام جعارة. أستاذ بسام جعارة ضيف، أنت ضيف، وهادي العبد الله ضيف. لا نريد أن نتحدث موضوع شخصي. الحديث سوريين خرجوا معرة النعمان، خرجوا ببريف دمشق، خرجوا بعدد من المناطق بريف حلب، ينددوا ويقولوا بأن البيادة هو وجه آخر للإرهاب، معهم في ذلك أدلتهم وكل هذه المواضيع. الحديث الآن وأنت ضيفي، لا نريد أن نخلط بين هذا الحزب وباقي الأحزاب الكردية. سألتك سؤال واضح، هل هو وجه آخر للإرهاب؟ أستاذ عامر، يعني حاليا أنا وأنت وبسام جعارة وغيره مع حفظ الألقاب متواجدون في أماكن بعيدة عن المكان. لم تكن هناك لجان تحقيق. يعني سمعنا بالأمس فقط الائتلاف الوطني قرر تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث. طيب. كان بودي أن يتحرك ضد البيادة ويعتبره وجه آخر لنظام الناس الذين يقال بأنهم تضرروا منه مباشرة. طيب الأحزاب الكردية يعني ما تضررت منه مباشرة؟ نعم. الأحزاب الكردية هذا موضوع آخر. يعني عندما طيب يعني إذا على الأحزاب الكردية تضررت من حزب البيادية، فما بالك بغير الأكراد؟ يبقى 24 شباط 2014 تل براك، 1 آذار 2014 تل حميس. أستاذ عامر، أنا لا أنفي كثير من الوقائع التي وردت والتي لم تصبح معروفة حتى الآن، ولكن قلت وأؤكد على ذلك قيام أناس بالمزاودة على الكرد وبتبني المظلومية الكردية يعني طيب. يجعلنا مقصوصي الجناح، وحتى
لا يعني لا نقوم بانتقاد تصرفات حزب الاتحاد الديمقراطي في الملف الكردي. طيب لن نتحدث بأنه هناك من الائتلاف من خرج وندد، ولا عن رئيس التركي أردوغان عندما قال بأن التحالف الدولي يساعد، ولا نتحدث عن التهجير، ولا نتحدث عن هذه الفيديوهات التي تخرج ويتحدث بها على لسان أصحاب هذه القرى بأنه تم تهجيرهم وقتل وتدمير منازلهم وأراضيهم أيضا، بل سأتحدث ما قالته قائد في هذه القوات واعترفت بأن هناك تهجير وقتل وسيقومون بمحاسبة المتهمين بهذه المواضيع. أكثر من ذلك ماذا أستاذ حسين تريد أدلة وإثباتات؟ زميل عامر، يمكن معروف عني أنا أتابع ملف الانتهاكات انتهاكات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردية، بودي يعني أتعامل معها بقسوة شديدة جدا حتى أقوم يعني أساهم من جهتي بالإصلاح. ولكن اسمح لي دقيقة في هذا الموضوع. ما قيل بأن المقاتلة الكردية قد اعترفت بحدوث انتهاكات في اليوم التالي، الموقع الذي قام بنشر هذه الاعترافات تراجع واعتذر من المقاتلة نفسها وقال بأنها يعني قال بأنه نسب هذه المقولة أو هذا الاعتراف إليها خطأ. طيب أستاذ بسام، هل لديك أدلة وإثباتات بأن هناك تهجير، بأن هناك تدمير للمنازل وللأراضي وتهجير للأهالي من قبل البيادة؟ تملك أدلة على الأرض؟ اسمح لي بس أوضح بعض الأمور. تفضل. أولا، انحياز صالح مسلم للنظام لا يحتاج إلى تأكيد. منذ اليوم الأول هو قتل المتظاهرين في عمودة وفي غير عمودة. ثانيا، عندما يقول السيد البرزاني أن صالح مسلم عميل للنظام ويتلقى أموالا من إيران ومن العبادي ومن بشار، ماذا يعني ذلك؟ صحيفة باس الكردية التي تصدر في أربيل تحدثت منذ أيام عن فضائح صالح مسلم وعلاقته بالنظام وبإيران وبالعبادي. أيضا هناك عشرات المجازر التي ارتكبت، حتى بشار الجعفري في موسكو أخرسه وقال له نحن نعطيك المال ونعطيك السلاح. الأمر لا يحتاج إلى تأكيد. هذا أولا. ثانيا، يبدو مو بس حزب الاتحاد الديمقراطي هو من يعني يرتكب الجرائم اليوم، يبدو أن الحاضنة الشعبية اتسعت. يعني المسألة الكردية تتعاظم الآن والجميع يبدو يفرح بتشكيل دولة جديدة. كنا نعرف يعني أصدقاء أكراد كانوا مع الثورة السورية، الآن يتحدثون كما يتحدث صالح مسلم ومنهم ضيفك اللي بدي أقوله بكل وضوح. الأمر لا يحتاج إلى تأكيد. هناك عشرات القرى التي احترقت، هناك آلاف المرتزقة الذين يقاتلون معهم، حتى هؤلاء يهددون سكان القرى العربية بإعطاء إحداثيات القرى لطيران التحالف لكي يتم قصفها كما جرى دائما. عشرات المجازر، وضيفك بيقول ما بيعرف، هو ما راح يعرف أبدا. وكل من يكشف هذه الجرائم يتحول إلى داعشي. هؤلاء لا يختلفون الآن عن الصهاينة، بل أبشع، هم يحاولون الآن إنشاء دولة عنصرية، وهذا الأمر لن يكون. ولكن يبدو أن الأكراد لا يتعلموا من دروس الماضي. 100 سنة وهم يخطئون ويتلقون العقاب بعد العقاب، والآن يحاولون من جديد وسيدفعون الثمن غاليا. طيب هادي عبد الله، الآن السؤال لك. أهلا بك، أنت ناشط إعلامي. هادي، دائما ما كنا نتبنى صوت الشارع فقط حتى نتحدث عن ما يحدث على الأرض في سوريا. يخرج المتظاهرون للحديث بأن حزب البيادي هو وجه آخر للنظام ولم يكن يوما ابنا شرعيا للثورة. قراءتك لهذا العنوان؟ نعم، السلام عليكم، التحية لك والتحية لضيوفك الكرام. ما أريد أن أقوله أن الشعب السوري لم يثر ضد نظام الأسد ويتحمل في سبيل ذلك القتل والإرهاب والتهجير والتدمير، ثم يثر ضد داعش ويتحمل في سبيل ذلك الذبح وسكاكين الموت، ليسكت الآن عن جرائم وإرهاب الBYD بحق الشعب السوري. للأسف أن الBYD أصبح وجها للإرهاب طالما أن أفعاله على الأرض أثبتت ذلك، طالما أن هناك عشرات الآلاف من السوريين هجروا من ديارهم على أيدي هذا
على أيدي البي واي دي باتجاه تركيا، والجميع إن لم يكن الجميع معظمهم يعني قال أو شهد بأن التهجير كان عن طريق البي واي دي. للأسف نظام الأسد كان يحكم السوريين ويقتلهم الآن باسم الممانعة والمقاومة، وداعش تقتل السوريين باسم دولة الخلافة، والآن البي واي دي تقتل وتهجر السوريين باسم القومية الكردية. منذ ثرنا في عام 2011 كان من أولى أهداف هذه الثورة أن يتم المحافظة على سوريا أرضا وشعبا، وأن يعني أن تكون سوريا واحدة بأرضها وبشعبها. ثم ومع بدء الكفاح المسلح يعني أخذ الثوار على عاتقهم، الثوار المسلحون أخذوا على عاتقهم حماية المدنيين ومنع تهجيرهم وتأمينهم في مناطق آمنة، وأخذوا على عاتقهم أيضا أن يحافظوا على وحدة سوريا وعلى تماسكها، وبذلوا في سبيل ذلك الغالي والنفيس. ولذلك فإن أي فصيل أو أي مكون يسعى لأن يقسم سوريا أو أن يدعم فكرة التقسيم أو أن يساهم بتهجير المدنيين المساكين أو أن يهجرهم هو فصيل إرهابي بلا شك، وهو فصيل لا يختلف أبدا عن نظام الأسد ولا يختلف أبدا عن إرهاب داعش. هو فصيل يقتل السوريين كائنا من كان. لا نريد أن نجامل أحد في الحق، هذا هو الحق. الحق لا يكون على دماء من يقتلون يعني ظلما وعدوانا وتحرق منازلهم في المناطق الشرقية من سوريا. الحق لا يكون على من يهجرون ولا يجدون سبيلا أو مكانا ينقذهم بعد أن فقدوا منازلهم في المناطق الشرقية من سوريا. طيب سأستمع إلى كلمة أخيرة من حسين جلبي. يعني هذا على الأرض، هذا العبد الله. أنا يعني لا أنفي وجود تنسيق ما بين حزب الاتحاد الديمقراطي والنظام السوري أو تقاطع مصالح، ولكن أنا هنا رجل قانون. هنالك لجنة قانونية للتحقيق قام الائتلاف بتشكيلها. لننتظر ما سيتسفر عنه. يعني أستاذ حسين أنا أدرك بأنك يوم من الأيام لم تخرج وتدافع عن هذا الحزب على وجه الخصوص، وأدرك بأنك تتحدث بشكل قانوني، لكن منذ متى نتحدث قانون ننتظر شيء يخرج من الائتلاف؟ إذا الشارع اللي خرج وتحدث هذا الحديث، أي ائتلاف؟ أي شارع يا عزيزي؟ أنت تتحدث عن مظاهرة ما في مكان ما دعت إليها صفحة. لا خرجت مظاهرات أستاذ حسين بعدد كبير من المناطق السورية. طيب يجب محاكمة الواقفين خلفها. هي من قامت بإدخال الثورة السورية في دهاليز، استغلت إعجاب السوريين بالثورة وقامت بتسمية الجمعة تسميات سوداء ذهبت بالسوريين طيب لن أذهب إلى هذه الصفحة أستاذ حسين، لكن على الحدود هناك مهجرين حقيقة، هناك العرب هم المهجرين. استمع إلى رواياتهم أستاذ حسين، تواصل مع أحد معهم، استمع رواياتهم أستاذ حسين. معي أستاذ حسين. وجود هذا، ولكن التحقيقات تجري حاليا لمعرفة هل قام هؤلاء بالهجرة بسبب المخاوف من العمليات العسكرية؟ هل تم تهجيرهم؟ يتحدث ضيفك الذي يشبه الكرد بالصهاينة، وأنا هنا أدينه يا سيدي. يتحدث عن حزب الاتحاد الديمقراطي. أستاذ حسين يتحدث عن حزب الاتحاد. أستاذ حسين ضيفي يتحدث عن حزب الاتحاد الديمقراطي عن البيدي. أستاذ حسين ضيفي يتحدث عن حزب الاتحاد الديمقراطي عن البيادي، لم يتحدث عن كل الكرد. إذا تكرمت فقط حتى نصف ما قاله الرجل تحدث عن حزب الاتحاد الديمقراطي، أعطانا أدلة وإثباتات وبراهين عن صالح مسلم. هناك العديد من الفيديوهات خرجت تظهر التهجير، حرق البيوت، والسبب في ذلك حزب الاتحاد الديمقراطي على الناس، والسبب في ذلك حزب الاتحاد الديمقراطي. معنا هادي العبد الله من إدلب، وهو من الناشطين من أوائل الثورة وأنت تعلمه جيدا، والرجل لا يخشى في الله قولة حق. خرج وتحدث لماذا خرجت مثل هذه المظاهرات. أستاذ حسين جلبي المحامي والكاتب الصحفي من ألمانيا، شكرا لك هادي العبد الله الناشط الإعلامي من إدلب. شكرا لك بسام جعار الكاتب معارض السوري ضيفي من لندن. ألقاكم غدا، رمضان كريم.